خيانة إيجابية ممنهجة أم اندماج إيجابي؟ في بداية تأسيسه عام 78 كان الهدف الأول المعلن لحزب العمال الكردستاني PKK هو كردستان مستقلة وموحدة، ولكن وفي عام 99 عندما عاد أوجلان إلى حضن الدولة في إمرالي غير هدفه، وأصبح هدف أوجلان الجديد الكرد ليسوا بحاجة إلى بناء دولة مستقلة، بل هم بحاجة إلى ديمقراطية الدولة التركية وبناء جمهورية ديمقراطية. ومنذ عام 99 ولغاية 2025 فقد آلاف أبناء الكرد وشبابهم أرواحهم في نضال PKK من أجل ديمقراطية الجمهورية التركية، تلك الجمهورية التي لم تبصر نور الديمقراطية قط. في عام 25 حل أوجلان PKK وفسخه، وعندما أعلن عن هدفه وغايته الجديدة قال بأن الكرد ليسوا بحاجة للمطالبة بدولة أو حكم ذاتي أو حقوق ثقافية، بل كان هدف أوجلان الجديد للكرد هو الاندماج الإيجابي. والآن يضيف أوجلان كلمة إيجابي إلى كل مفهوم وفكرة يستخدمها من أجل تصويرها وكأنها إيجابية: تأسيس إيجابي، اندماج إيجابي، وحدة إيجابية إلى آخره، علما أن أي فكرة لا تصبح إيجابية بمجرد إضافة كلمة إيجابية البراقة إليها. هدف أوجلان من وراء لعبة المصطلحات والدلالة هذه هو خلق هالة من الكرامة حول نفسه في نظر الجماهير التي لا تدرك الأشياء سريعا ويسهل خداعها، وإلا فإن سياسة الاندماج الإيجابي هي في جوهرها سياسة استيعاب وصهر واستعباد مفلترة تمارسها القوى الاستعمارية منذ عقود. يقول أوجلان بخصوص سياسة الاندماج الإيجابي: يجب أن يكون مفهوم المواطنة قائما على الارتباط بالدولة لا على أساس الانتماء القومي، أي أن دلالة هذا الهدف هي أن الكرد ليسوا أمة، وحقوقهم لا تستمد من هويتهم القومية، كما أنهم ليسوا أتراكا أيضا، بل هم مجرد مواطنون في تركيا. تهدف سياسة الاندماج هذه لأوجلان إلى جعل الكرد مواطنين عاديين في الجمهورية التركية، بمعنى أن أوجلان يعترف ويعرف الكرد بأنهم بلا وطن، بلا تاريخ، بلا ثقافة، بلا فن، وبلا كردستان. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الكرد قاوموا التتريك طيلة 50 عاما، يموتون ويسحقون، يهاجرون وطنهم ويغتربون إلى آخره. أيا ترى كل هذا الإذلال والمهانة فقط ليصبحوا مواطنين في تركيا؟ والنموذج الأوضح لسياسة أوجلان في الاندماج الإيجابي هو روجافا كردستان، كردستان سوريا. ففي روجافا كردستان كان الكرد يتمتعون بوضع أشبه بالدولة، إلا أنه ونتيجة لسياسة أوجلان أصبحت اللغة الكردية رسميا لغة مهمشة، ولم يعد اسم كردستان موجودا، ويجري تغيير أسماء المدن الكردية، بينما مطالب الكرد من دمشق لا تعد تسولا واستجداء لفتات سلطة وبقاياها. نعم، هذا ما يسمونه بالاندماج الإيجابي، لكن ما يحدث في روجافا كردستان هو سياسة إذابة وصير عرقي مفلترة وممنهجة. والآن يطرح أوجلان نموذج سياسته هذه في روجافا كردستان كنموذج لباقي أجزاء كردستان. هذا الهدف الجديد لأوجلان يجرد الكرد من قوميتهم وهويتهم الوطنية ويحولهم إلى عبيد وأتباع للاستعمار، وهذا ليس سياسة اندماج إيجابية، بل مشروع خيانة ممنهج وإيجابي.